السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. نبدأ حلقتنا زي احنا متعودين بالصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا هنبدأ نشوف هنعمل ايه النهاردة ان شاء الله يا حبايبي. هنعمل رز بلبن بطريقة مختلفة. ايه هي الطريقة دي؟ اول حاجة بجيب كوبايتين من المية، هنزل عليهم برشة ملح، كوبايتين مية رشة ملح، سيبهم يسخنوا كده شوية. بعد كده احضر كوباية ونص من الرز ده انا غسلاه ومصفياه. هنزل هنا على المية السخنة بتاعتنا. الرز هنا انا هسويه شوية في المية على بال كده ما يشرب كل كمية المية. الرز هنا يتشرب معايا، مش هيبقى المية اسهل خالص، ما تخافوش اهو زي ما انتوا شايفين. خلاص الرز استوى وشرب المية معايا تمام كده. اقلبه شوية كده عشان اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. هنزل عليه بلتر لبن، كمل الباقي. تمام كده حلو. كمية اللبن دي على لتر واحد لتر لبن على كوباية ونص رز. وهخلي من اللتر شوية لبن، هدوب فيه معلقة نشا، ندوبها كويس خالص. هنزل هنا على الرز، اديها تقلبتين كده 3 بس، يدوب كده يغلو غلوة واحدة. هنزل بنص معلقة فانيليا. يعني بصي هو مكوناته بسيطة، مش محتاجة يعني تعجيد ولا اي حاجة، يدوب كده تمام. احنا يعتبر خلاص خلصنا الرز. فاضل السكر. هنا انا هنزل كوباية سكر، دي على حسب ذوقكم، حسب الرغبة بتاعتكم. انتوا عايزين السكر قد ايه؟ ما عايزينش تحطوا سكر خالص، وبتحطوا كل واحد على حسب رغبته. تمام. هنا انا عارفة عندي بيحب السكر، فحطيت السكر وهو على النار كده. خلصنا الطبق معايا، زينته بزبيب اسود، وبكده يكون خلصنا احلى رز تشوفوه في حياتكم في 3 دقايق بس، وبدون تعقيد، وبحاجة بسيطة جدا 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 جدا. اي حد عنده المكونات دي وتكون تحلية سريعة ليكي. يلا يا حبايبي انتظروني في فيديوهات جاية ان شاء الله، تكون مليانة بالمعلومات اللي تفيدكم. ادوني اشتراكاتكم ولايكاتكم. الى اللقاء، باي باي.